حصل حاجة خلال اليومين اللي فاتوا دول توضح لكم الفرق الكبير قوي بين النادي الأهلي وأي حد تاني، بين رجال النادي الأهلي متواجدين في النادي الأهلي وأي حد تاني. يعني كابتن ياسين منصور المرشح المحتمل واللي إن شاء الله هو نائب رئيس النادي الأهلي قضى يوم كامل مع مستر يستروب في منتجع بالم هيلز. اختار الفيلا اللي أنت تحب تقعد فيها لأنك لازم تبقى مرتاح نفسيا وأنت شغال مع النادي الأهلي. ده لسه ما بقاش مسؤول في النادي. بينما رئيس نادي الزمالك نادي يحتاج 2500 يورو ما يوازي 137,500 جنيه، اداهم للنادي قرض حسن يستحق استرداده 137,000. وصار على نهجه نائب رئيس النادي هشام نصر النادي يحتاج 100,000 لان خزنه نادي الزمالك ما فيهاش غير 15,000. ادى للنادي 100,000 جنيه قرض حسن، وهما الاثنين ذكروا الكلام ده في محاضر مجلس الاداره عشان يستردوا فلوسهم ويطلبوا من الناس البسطاء اتبرع لناديك، اتبرع ولو بجنيه، ناديك يناديك. طب هو ناديك يناديك للبسطاء، ناديك ما بيناديكش انت ناديك وانت مسؤول وانت بتتلمع كرئيس لنادي الزمالك وكنائب لرئيس نادي الزمالك؟